السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل برضو اكلة حلوة كده من اكلات الشتاء، وهي القلقاس العسل. شايفين القلقاس؟ لازم تجيبوها كده موردة وحلوة، وتبقى لونها لون دوت كده، تبقى جميلة كده. تمام، انا هبدأ بقى هنا مع بعض نقطعها ننضفها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم عشان قشرة القلقاس بتبقى ناشفة، عشان ايه ما يحصلش ايه جروح ولا تعاور ولا اي حاجه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ننضفها كده. والقلقاس انا مش بغسله، تمام، يعني انا بنضفه، اقشره من كل حاجه فيه، وبعد كده بمسحه بحاجه نظيفه، بقماشه نظيفه او بمناديل او اي حاجه عندك، وبعد كده بنقطعه من غير ما نغسله عشان ما ينزلش الماده اللي فيه، ويبقى تقيل كده وعامل ماده لزجه كده، متبقاش حلوه خالص. تمام، فانا هقشر القلقاس معاكم اهو، هقشره وارجع لكم تاني. تمام كده، قطعتها ومسحتها ونضفتها بقماشه نظيفه. تمام، هبدا بقى نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعها بقى مكعبات، وفي ناس بتحب تقطعها صوابع، كل واحد يقطعها زي ما هو حابب. تمام اهو. بالراحه لان القلقاس بيبقى ناشف، عشان ما فيش ايه حد يتعور ولا كده. تمام، هبدا بقى اقطع مكعبات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الحجم اللي انت حباه اهو. انا بالنسبه لي كده حلو جدا، ما بحبوش لا كبير قوي ولا رفيع قوي، زي ما انتم شايفين كده. تمام، هنقطعه وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده قطعته زي ما انتم شايفينه كده، ما شاء الله. دلوقتي بقى انا حطيت شوربه تغلي على النار، تعالوا بقى نكمل نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص جيت هنا، ها الشوربه انا عصرت فيها ليمونه طبعا عشان ما تنزلش الماده اللزجه اللي في القلقاس، وهبدا انزل بالقلقاس بتاعي. تمام كده اهوت، نزلت بالقلقاس وعصرت فيه ليمونه عشان ما ينزلش الماده اللزجه بتاعته، وهسيبه بقى يستوى. وتعالوا نجهز، انا بعمله هنا بالخضره، لو بتحبوه بالسلق تمام مفيش مشكله، بس احنا متعودين عليه بالخضره. تمام، فانا هسيبه بقى يغلي، وتعالوا نجهز الخضره ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده جبت الخضره غسلتها، وزي ما قلت لكم اللي عايز يعمل بسلق يعمل عادي مفيش مشكله خالص. وجبت هنا في الشفشق حطيت فيه نص كوبايه شوربه كده، وهبدا اقطع الخضره بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام كده قطعت الخضره، هضربها بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. ضربت كده الخضره زي ما انتم شايفين، هبدا بقى انزلها في مصفى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدا اصفيها كويس بالمعلقه كده بسم الله، بحيث انها تنزل الميه اللي فيها كلها. وبعد كده بقى هناخد التفل اللي هيطلع من الخضره ده مع راس توم محترمه كده، ونبدا نحمره وننزل بيه على القلقاس بعد ما يستوى
يبقى خطير. وطبعا الميه اللي هتنزل من الخضره دي مش هنرميها، هنحطها حالا على القلقاس، هتخضره لنا وتخلي لنا لونه تحفه كده. تمام. اهم حاجه ميبقاش في ميه عشان تحمر معاكي كويس وتبقى حلوه اهو. بس كده. تعالوا بقى ناخد يمكن بقى على القلقاس ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده القلقاس بيغلي معايا اهوت، هبدا انزل عليه بالماء بتاع الخضره دي كده. واقلب ونسيبه بقى لحد ما يستوى، ونكون جهزنا ان شاء الله مع بعض الطشه بتاعته اللي هي الخضره بالثوم. تمام. هنسيبه بقى يستوى ونكمل مع بعض. خلاص كده حطينا القلقاس يستوى، هنعمل هنا بقى الطشه بتاعته اللي هي الثوم والخضره اللي احنا ضربناها في الخلاط وصفناها. انا عملت راس توم كبيره وهرستها كده بملح، حطيت نص معلقه ملح وضربتها اهي، هي معلقه كبيره اهي. تمام. هنزل بيها وهنزل عليها بالخضره تغير بس لون كده، وهنزل عليها بالخضره. هي كده كده هتحمر مع الخضره اهي. الخضره اهي هبدا انزل بيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. على الثوم على طول كده، ويا ريت تبقى النار هاديه شويه، ما تعليش النار عشان ما تحرقش منك وتغمق وتبقى مش حلوه. خلاص تمام. اهي نبدا بقى نقلب فيها، وكل شويه نقلب فيها لحد ما تحمر كده وتاخد معانا اللون الحلو، تبقى خضره برضو بس مش محروقه، فاهميني؟ بس كده خلاص بقى، وارجع اوريها لكم يكون القلقاس ان شاء الله استوى. انا مهديه النار بس كده، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص جيت هنا، خلاص القلقاس بتاعي استوى اهوت، ما شاء الله شايفين لونه قبل ما احط اصلا الخضره. وخلاص ديت خلاص اتحمصت معايا اهيت، قعدت معايا تقريبا ربع ساعه بالظبط. هبدا انزل بقى بيها على القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين، وبعد كده نرجع نقدمه ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين اللون؟ شايفين اللون؟ فظيع. جربوا الطريقه ديت في القلقاس. وعلى فكره السلق نفس الفكره بالظبط، نفس الطريقه ونفس كل حاجه، بس ده بالسلق وده بالخضره. تمام اهو. شايفين؟ واستوى على فكره، ما خدش وقت ولا اي حاجه. اكلات الشتاء الحلوه اللي بتدفي ديت جربوها بقى، وقولوا لي رايكم في القلقاس بتاعي وطريقتي فيه، ويا رب يكون عجبكم. هنرجع بقى نقدمه ونغرفه مع بعض، بس هسيبهم بس ياخدوا ويدوا كده مع بعض 5 دقايق ونرجع نقدمه مع بعض. خلاص كده رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت القلقاس زي ما انتم شايفينه كده. شايفين الجمال؟ شايفين اللون؟ شايفين القلقاس اصلا لونها عامل ازاي؟ بس كده. جنب بقى طبق رز بشعريه وحته فرخه، وممكن طبعا تعملوا جنبه لحمه، تعملي اصلا تسويه في اللحمه. عايزه اقول لك فظيع، اقسم بالله ريحته طعمه تجنن. جربوا الطريقه ديت، وما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وشير، وتقولوا لي رايكم في التعليقات. بس كده، وهو ده الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وشير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. وما تنسوش تجربوا القلقاس بالطريقه الجامده دي. يلا باي باي.